قبل من رمضان بشهر كنت كيف ديما كنجاوب على لي ميساج ديالكم في انستغرام حتى كتوصلني هاد الرساله. دخلنا في نقاش لمده 3 ايام وحنايا كنحلوا في المشكل وكنحطوا في الحلول حتى كنتصدموا ان كاع الحلول اللي وصلنا ليهم كيجيونا في رمضان على طبق من ذهب باش نصلحوا راسنا. اليوم الحلقه الثانيه من سلسله بودكاست رمضان فين غادي نعطيك اللاصق ديال كيفاش تخلص من اي ادمان في حياتك وفي هذا رمضان. كرهناش هذا المحتوى هذا الخير يوصل لاي واحد محتاجه، فساهموا فيه بديك لايك وشي تعليق باش يطلع الفيديو. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. التوبة في رمضان كيكون عنده واحد المذاق آخر، هما 3 ديال الحوايج اللي كيخليوك مدمن: النفس الأمارة بالسوء، الشياطين والعادات. والمميز في رمضان أنه كيصفد لك الشياطين، ها واحد تخلصتي منه. ثانيا كيبدل لك العادات، وخاصك تعرف صديقي بأنه أول حاجة اللي كتخلي شي عادة ترسخ فيك اللي هي المحيط. وسبحان الله العظيم إلا لاحظتي في رمضان كيكون مختلف تماما، الأجواء مختلفة، الناس اللي كتشوفهم كيكونوا مختلفين، حتى من الروتين ديالك كيكون مختلف على الأيام العادية. يعني عن طريق رمضان كتكون تخلصتي من الشياطين والعادات. ونكونوا واضحين، أنك تواجه نفسك راه أسهل من أنك تواجه نفسك والشياطين والعادات. باش أنك تفهم شنو هي التوبة ديال بصح خاصك تعرف 3 ديال النقاط: الإقلاع الفوري، أي ذنب أي إدمان عندك في حياتك خاصك تقرر بأنك غادي تتخلى عليه في هذه اللحظة. هذاك المماطلة والتأجيل ديال أنه غدا ولا نهار 2 ولا نهار 1 شهر 1 راه هو اللي كيخليك أنك تبقى في نفس البلاصة ديالك. فدابا في هذه اللحظة اللي كتسمعني بغيتك تحدد شنو هو الإدمان اللي عندك أو الذنب اللي كديرو وتاخذ قرار حاسم حاليا أنك غادي تخدم عليه وتخلص منه. ثاني حاجه واللي هي الندم الصادق على الماضي. الا كنتي غير ناوي انك تبدل داك الوضع اللي انت فيه ولكن ما نادمش على داكشي اللي درتيه، فانا غادي تسمح لي نقول لك باللي هادشي غادي يجيك صعيب وغالبا غترجع لداكشي اللي كنتي كدير. خاصك تكون واصل لمرحله انك حاقد على كاع داكشي اللي درتيه. وثالث حاجه هي انك تكون عازم انك ما ترجعش لداك الذنب. كيف ما انه خاص يكون عندك عزيمه باش انك تبدل داكشي، خاص يكون عندك عزيمه انك ما تعاودش ترجع ليه. والله عز وجل كيقول في الكتاب ديالو: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. الله عز وجل ما بغاش منك اي توبه، بغى منك واحد التوبه اللي تكون نصوح. والتوبه النصوح هي انك واحد الحاجه تبعد عليها الى ابد الابدين. ماشي تقول لي في رمضان غادي نبعد على الشراب وملي تدوز واحد 70 يوم ترجع لي. واخا سيدي حنا فهمنا هذا الشيء، ولكن كيفاش غادي نديروا ليه؟ هما 5 ديال الخطوات. قبل ما نعطيهم لك خاصك تفهم باللي رمضان فيه 3 ديال الحوايج اللي كيسهلوا عليك التوبه. اولا ان الصوم ديالك كيضعف الشهوه، فاي شهوه كانت عندك اللي كتكون محرمه الصوم ديالك لا اراديا كيخلي ديك الشهوه تكون ضعيفه. ثانيا تغيير العادات اللي دوينا عليه، انه في الاجواء ديال رمضان العادات ديالنا كتبدل 100%. وثالث حاجه واهم وحده واللي هي ان ابواب الرحمه كتكون مفتوحه. ربي كيسد ابواب النار وكيفتح لك ابواب الجنه وابواب الرحمه، فبالسيف ما غادي يسهل عليك انك تبدل هذاك الشيء. خاصك غير شويه العزيمه وتطبق هذا الشيء اللي غادي نقول لك دابا، واللي هما 5 ديال الحوايج الساهلين. نبداو مع اول وحده وهي انك تقطع كاع الاسباب اللي كتخليك دير داك الذنب. اي حاجه كتحس بها كتجرك وكتخليك ديما ترجع دير داك الذنب خاصك تحبسها بتاتا. الا كان التليفون ديالك هو اللي كيخليك تفرج في شي حاجه اللي كدير لك اثاره وكيخليك هادشي انك تمارس العاده السريه، فمسح عليا كاع التطبيقات اللي كيديروا لك الاثاره. الا كانوا صحابك هما اللي كيجروك للبلي فصديقي خاصك تبدل صحابك بدون نقاش. اما لما كنتيش قاد تبدلهم فخليني نقول لك بانه هنايا اختاريتي صحابك على الله عز وجل وفضلتي انك تكون مع صحابك على انك تكون مع الله عز وجل. انا قلتها لك بهذه الطريقه اللي ما عجباتكش باش انه نوضح لك وما نخليش لك مجال فين انك تفكر. صحابك اللي ما كيقربوكش من الله عز وجل خاصك تسالي علاقتك معهم نهائيا. ثاني خطوه واللي هي اشغال النفس بالطاعات. الانسان اللي كيحافظ على الصلاه في المسجد، قراءه القران والاذكار، راه ما غيكونش عنده واحد الوقت فين يدير شي ذنب او لا يكون مدمن على شي حاجه خايبه. ومنطقيا راه الانسان اللي كيمشي يصلي الفجر في الجامع كيرجع ما كيقدر يدير حتى حاجه خايبه او لا يدير شي ادمان خايب، حيت كيقول انا يلاه صليت في الجامع وما بقى والو على الظهر. كيصلي الظهر في الجامع كيقول انا يلاه صليت الظهر ما بقى والو على العصر، وكيعمر وقت الفراغ ديالو بالقران. هاد الانسان فين غادي يكون عنده وقت فين انه يمارس شي حاجه خايبه او لا يكون عنده شي ادمان اللي كيدمر ليه حياته. وداك الشيء علاش صديقي ركز على الطاعات، ركز على الصلاه ديالك، القران ديالك والورد اليومي. ثالث حاجه
خاصك واحد الخطه من ورا رمضان. ما كيهمنيش انا شنو غادي دير في هذا رمضان، مزيان انك تخدم على الخطه الرمضانيه ديالك، ولكن انا عارف من ورا رمضان شنو غيوقع. حاليا راه سهل انك تشد الخط، ولكن اللي صعيب هو من ورا رمضان شنو غادي دير فيه. غنعطيك واحد المثال بسيط وانت حاول تفهم من عندك. الانسان اللي مبتلى بممارسه العاده السريه الا ما خداش قرار انه من ورا رمضان غادي يدخل لاصال، فعرف صديقي بانه غادي تنتصر العاده السريه. حيت راه في الحرب كاينين جوج ديال الحوايج، جهه كتنتصر وجهه كتخسر. الا انتصرت عنده جهه الرياضه غادي تخسر العاده السريه، الا خسرات عنده جهه الرياضه غادي تنتصر عنده جهه العاده السريه. غير رجعوا صحابي اللي كنعرفهم، غير رجع المحيط اللي كيأثر فيا كيفاش غنتعامل معاه. نضبط راسي في رمضان ومام طون نوجد الخطه ديالي من ورا رمضان، كيفاش غنواجه الادمان ديالي وكيفاش غنواجه العادات الخايبه ديالي. رابعا الدعاء والالحاح. شوف صديقي، راه اي حاجه كديرها راه الا ما واظبتيش على الدعاء، يا ربي بعد عليا هذا الشيء، يا ربي عاوني انني نتخلص من هذه العاده، راه ما غادي دير والو. راه حنا بعيدا عن الله وبعيدا عن مناجاه الله عز وجل راه ما كنسواو حتى حاجه، وكاع هذيك القرايه والانضباط ديالي انا وياك راه ما غيعطي حتى نتيجه. الدعاء والالحاح على الله عز وجل انه انا باغي هادي، انا باغي نبدل هادي، راه هو اللي غادي يعاونك صديقي. وخامسا واخر حاجه واللي هي عدم الياس. لا تقنطوا من رحمه الله. ماشي تقول لي انا حياتي كامله دوزتها في هذا الشيء، ما يمكنش انه نتوب. انا حياتي كامله وانا كنكمي وكنشرب. حيت خاصك تعرف صديقي بانه واحد في كل 10 منكم اللي كيتفرجوا دابا غيكون باقي ما تابش، حيت حشم انه يواجه الله عز وجل. وانا عارف هذا الشيء وانت عارف. شوف صديقي، الله عز وجل كيفرح بالعبد ملي كيتوب، فما يمكنش انك انت نادم على داك الشيء اللي درتي واخد قرار باش انه تتوب الله عز وجل وهو ما غيفرحش بك. فرحه الله بالعبد ديالو ملي كيتوب اعظم من اي حاجه كاينه في هذا العالم. فما تكونش انسان يائس من رحمه الله عز وجل، وخذ الخطوه الاولى وربي ما غيخيبكش. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الا تبتي واستمريتي على التوبه ديالك كتولي بحال الانسان اللي يلاه تزاد وما عنده حتى ذنب في حياته. وكثر من هذا الشيء صديقي راه ما كاينش. واخر حاجه بغيت غير ننبهك لواحد 3 ديال الاغلاط اللي كيديروهم بزاف ديال الناس واللي كيخليوهم ديما يرجعوا للذنوب ديالهم. اول حاجه واللي هي عدم تغيير الصحبه. راه قلتها لك قبيله ودابا كنعاودها لك، حيت الصحابه صديقي راه هما اللي غيخرجوا عليك، هما اللي غيرجعوك للعادات ديالك سواء كانوا خايبين او لا زوينين. ثانيا التعلق بالماضي، انه ديما كتشوف راسك باللي كنتي انسان خايب، باللي انت انسان كماي، انسان كيشرب، انسان كيمارس، انسان كيتفرج. خاصك تخلص من داك الماضي ديالك. سيدي ربي راه ما كيتوبش عليك باش انه يحاسبك على داكشي اللي داز، سيدي ربي كيتوب عليك باش يفتح معاك صفحه جديده. فخليك في داكشي اللي جديد ونسى الماضي. وثالث حاجه واللي هي كيف ما قلنا ديما خليك حاليا مركز في الخطه ديالك، ولكن من وراء رمضان ومن القدام كيفاش غنتعامل. كنتمنى من القلب انه هذا الشيء يكون عاونك، ولو غير يكون حفزك باش انك ترجع. ودير في بالك صديقي، انا اللي كندوي معاك راه ما فايتك بوالو. الاهم من هادشي كامل هو انك تبقى مقاتل مع نفسك، وما عمرك صديقي تحط السلاح وتخلي نفسك دير فيك ما بغيت. رمضان فرصه لينا كاملين، ليا انا اللي كندوي معاك وانت اللي كتصنت ليا وداك الانسان اللي كتعرفو. بارطاجيو هادشي مع كاع الناس اللي كتعرفوه، لعل وعسى هادشي يكون فيه اجر ليا وليكم لينا كاملين. كان معاك خوك سكارنوكس، استناو الفيديوهات الجايين في هاد السلسله الرمضانيه. السلام عليكم.